تشوفوا ما حدهم عاطينا او ما حدهم حاضينا وربي عاطينا، ومن لحيتهم كنلقموا ليهم. ماذا حصل؟ شفنا كلنا هذا الاسبوع اللي فات ملي كان تبيبين هاز ديك الرايه وكيدشن وغاديين وقال لك غار الجبيلات وحقا ما حقا ترانات حقا ما حقا قنطره وتران. ففي عز هذيك البروباغندا اللي داروها الكراغيله وفي عز ديك الموجه اللي داروا اعلاميا بغاو يبينوا تبونياه ودار شي حاجه، بينوا بعض الصور. هذوك الصور ديال القطار ديال الصين اللي دايز في القنطره ديال الصين وشدوها ولعبوا عليها وداروا بها البروباغندا. والحمد لله دائما عندنا اسود داخل المملكه المغربيه، وفي نفس الوقت عندنا لبؤات في المملكه المغربيه، لبؤات اللي ما تيزقلوش. وتحياتي للمراه المغربيه اينما تواجدت، اينما حلت واينما ارتحلت. حنان تهامي هذه ممثله الشباب المغربي، كنذكر الاسم ديالها ماذا بيا يتسلط عليها الضوء. حنان تهامي ممثله ديال الشباب المغربي في الحزب الشيوعي الصيني. مشات سيدي هزات دوك التصاور اللي نشرهم الاعلام الكرغولي، هزاتهم المواقع الاعلاميه الرسميه الكرغوليه، من التلفزيون الكرغولي، من الجرائد الرسميه الكرغوليه، كما نشرت. دارت لي سكرين ودخلت لي من المواقع وبارطاجات لي ليا اللي ناشرين هذوك التصاور وصيفطاتهم للوسائل الاعلاميه الرسميه اللي كانت ناشره هذاك الخبر ديال القطار الصيني وديال القنطره وديال. فالوسائل الاعلاميه الصينيه توصلات بالمراسله ديال حنان التهامي، وتاكدات من صحه الخبر بان الكراغله سرقوا الصور وداروا بهم بروباغندا، فرفعت عليهم دعوه. ما تنكذبش عليكم الخوت، هذا خبر مؤكد، خبر كتكلم عليه وسائل الاعلام الصينيه وكتكلم عليه الادارات الصينيه. فتوصلات هذه الجرائد ووسائل الاعلام الصينيه بالخبر، رفعت دعوه على وسائل الاعلام ووكاله الانباء الكرغوليه، وحيت الكراغله قرده خاسئين كيخافوا ما تيحشموا، تفاديا للفضيحه وتفاديا للمشاكل مع الصين، لبوا الدعاء ديك الساعه وقلبوا على اقرب الحلول مع وسائل الاعلام الصينيه واللي كلفاتهم اموال باهظه باش تسمح لهم الصين. الخبر او المعلومات كتكلم على ما يفوق 500 ألف دولار، يعني 500 مليون في المغرب. ما يفوق 500 ألف دولار أعطتها جمهورية كرغولستان لوسائل الإعلام الصينية، والبعض يتحدث عن أكثر، ممكن مليون دولار أعطتها لوسائل الإعلام الصينية وللصين، بس الصين تسكت، بس الصين تجمع الطوي والكراغلة غيمسحوا دوك الصور من عندهم. فإذا بالصين اعترافا بالجميل لهاد حنان التهامي اللي هي ممثلة المغاربة في الحزب الشيوعي الصيني، باش يعترفوا لحنان التهامي بالجميل وبالعرفان وبهذا المجهود اللي دارته وصلت لهم الصور اللي تنشرات والخنشالة والسرقة ديال الكراغيلة، قررت وسائل الإعلام الصينية والإدارة الصينية باش هذاك المبلغ ديال التعويض اللي عطاته جمهورية كرغولستان، قررت الصين باش تعطيه لساكنة القصر الكبير وساكنة المناطق المجاورة للقصر الكبير شفشاون، دعما لهم في هذه النكبة ودعما للمتضررين في الفيضانات بالمملكة المغربية. وهذا شيء يحسب للصين ويحسب لوسائل الإعلام الصينية
ويحسب لحنان تهامي. وبذلك تكون العاقة ديال ولاد بوصبع البردع والعاقة ديال بوصبع الزرق أصحاب السراويل المثقوبة تصرف على المراركة بقلب المملكة المروكية وبقلب المملكة المغربية وعلى ساكنة القصر الكبير والنواحي. وهنا غتشوفوا ما حدهم عاطينا أو ما حدهم حاضينا وربي عاطينا، ومن لحيتهم كنلقموا ليهم.